تحياتي للمشاهدين. شكرا لوجودك معنا أستاذ. نبدأ إذن بما تفضل وذكره وزير السكن والعمران عن رفع قيمة السكن، قيمة الدعم طبعا للسكن الريفي. أهمية هو مقترح طبعا تقدمت به وزارة السكن للحكومة وسيتم الفصل فيه في الأسابيع القليلة المقبلة. هل هذا المقترح جاء في وقته إن صح التعبير؟ لأنه كانت فيه مناشدات من المواطنين لرفع قيمة السكن، قيمة الدعم لبناء السكن الريفي من 70 إلى 100 مليون مثل ما قال وزير السكن. شوف، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لازم نضبط نقطة. هذه إعانة. صحيح. يعني هذا الإعانة اصلا على حساب السكن اللي راح يبنى سواء في الهضاب العليا ولا في الجنوب. لكن مهما كان كاين ميزه نتكلموا عليها، انه اهل المنطقه هذه يبنيوا مساحات يعني من المفروض تكون شويه كبيره، ماهوش هذاك السكن الصغير اللي ممكن هنا نديروه في المدينه تاع 80 ولا 90 متر مربع. بالتالي هنا راح نتكلموا على مساحات اكبر. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انه قضيه الاثمان مرتفعه جدا، وخاصة كما تفضل وذكر السيد وزير السكن انه البعد، يعني لما نتكلموا على المناطق خاصة المناطق الجنوبية ولا بعض مناطق الهضاب العليا، هي في الحقيقة مناطق معزولة، وبالتالي توفير سواء مواد البناء ولا يد العاملة ولا غيرها، خاصة إذا اشترطت الرخصة تمت بعض التسهيلات فيما يخص القطع الأرضية. لكن صراحة مع احترامي لكل القرارات أنه الإعانة واجب، لكن نظن يجب تأطير، خاصة لما ذكر السيد الوزير أنه رفع هذا القيمة. نظن هنا احنا ننادي ونغتنم هذا الفرصة باش تكون دراسة كلية لهذا المشاريع ورؤية معمقة لهذا الإعانة، لأنه الهدف وربما سبقت سؤالي التالي سي عبد الرحمن. طبعا كنت سأسألك حول هذه الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة لطبعا دعم السكان فيما يخص إنجاز المساكن الريفية. هل الاستراتيجية أتت أكلها، نجحت؟ لأن الهدف هو دعم المواطنين في هذه المناطق وتثبيت أيضا وجودهم في المناطق الريفية مساهمة الحكومة في عملية بناء مساكنهم كإعانة. عندما نتحدث عن هذه الاستراتيجية، هل نجحت وبالتالي نستمر فيها، أم مثل ما ذكرت نقوم بدراسة ربما لتحسين أنماط البناء، لتحسين أيضا طريقة تشييد هذه المساكن، وبالتالي نتحدث ربما عن نماذج سكنية جديدة في السنوات المقبلة؟ شوف، اولا معذره على الاسترسال سي جودي، تعرفني تفضل في الموضوع وتعديت على سؤالك الثاني، لكن سؤال مهم اللي طرحته سي جودي. شوف، اولا لازم الدراسه المعمقه. علاش؟ لانه عمليه التثبيت هذه مش فقط سكن. عملية التثبيت هو يعني بناء كلي تهيئة كلية للمنطقة، يعني سكن، مدارس، مرفقات استشفائية، مسجد، طرق مؤدية توفير الماء، توفير الكهرباء، توفير الغاز، استعمال الطاقات الجديدة. انه وش معناها التثبيت؟ تثبيت هذاك الفرد معناه انه يبقى في مكانه. اول شرط باش يبقى الانسان في مكانه ليس السكن بل هو العمل. وبالتالي نظن أنه دراسة كلية، خاصة أنه أهل هذا المناطق ما همش كثر، وبالتالي كنت تركز يعني الهيئات المحلية تأخذ وقت معين وتدير دراسة كلية باش تعرف ما هي الإعانات. لأنه الإعانات كاين إعانات المالية وكاين كذلك توفير شروط السكن. إلى بك الإنسان مديت له مال وما راحش يكفيه هذاك المال، لأنه كل واحد البرجوازية تاعو، كل واحد ثقافته، وبالتالي توفير ما يستلزم لهذه المنطقة. لكن إلى ابنه ما كاش وين يدرس ولا المدرسة بعيدة وما كاش نقل وما كاش طريق، هذا لا يعتبر تثبيت. لكن معليش ننطلق بهذا لأنه السكن واجب. لكن معليش ربما الكثير من المواطنين طموحين، يعني سي عبد الرحمن، لأنه هو نتحدث عن تغيير نمط العمران. الكثير من المواطنين صراحة وأنا منهم لما نشوف يعني مساكن ريفية في كثير من الدول
الأوروبية أساسا مساكن جميلة يتم تشييدها بأنماط عمرانية جميلة في مناطق ريفية. ربما نطمح أيضا إلى أن نصل لذلك الشكل العمراني الذي يبنى في الأرياف في المدن الأخرى، لما لا؟ هذا هو اللي جاي لك ليه سجودي. وش معناه النمط؟ النمط في الحق هو السكن يقع في جو معين يسمح ببناء هذاك النمط. معنا عندك كما نقولوا احنا ان بتي شالي يدير 180 200 متر مربع، ممكن شويه اكثر نلحقوا حتى 250. تكون عنده ساحه، يكون مطل على طريق، تكون عنده يعني بستان صغير. هذه المناطق الريفيه. وبالتالي الجمال نحن مناش ممنوعين عليه. على هذا نقول لك تكون دراسه معمقه على حساب المنطقه. تكون دراسه معمقه على حساب المنطقه. اسمح لي استاذ عبد الرحمن بن يمينه، لكن سالتك عن الاستراتيجيه الحاليه المعتمده. نكونوا صراحه، بعض من المواطنين يعني يتلقى صعوبات كبيره في تشييد هذه المساكن بالرغم من هذه الاعانات. ننتقل إلى، طبعا هو مقترح مثل ما تفضلنا وذكرنا، نقترح من 70 إلى 80 مليون سنتيم كإعانة من الدولة للمواطنين لتشييد هذه المساكن. هل سيقوم بحل هذا الإشكال؟ لأنه في الكثير من الحالات أستاذ عبد الرحمن بن يمينة، وأنت أدرى بذلك، المواطنين تلقوا هذه الإعانات من طرف الحكومة، لكن المساكن لا تستكمل ويجد المواطن صعوبة كبيرة خصوصا لاستكمالها، خصوصا وأنه يعني نتحدث عن شريحة يعني فقيرة تحتاج إلى دعم أكبر وربما إلى مرافقة أكبر أيضا. هذا نقول الجانب المالي الآن. الجانب المالي هذه المبالغ كما يقولوا لا يناقشها عاقل. هذه المبالغ ما تكفيش باش الإنسان يبني سكنه، وخاصة على حسب الفئات كما تكلمت، سواء الفئات الفقيرة ولا حتى الفئات المتوسطة. غير ممكن باش تبني سكن لائق بهذه المبالغ. وبالتالي الرؤية، وكما تفضلت في جودي وتكلمت عن الاستراتيجية أنه تثبيت هذا الناس هي رؤية كلية المفروض راهي حاضرة ولا نحضروها في أقرب الأوقات. لكن الإنسان لما تمد له مال ويبني طابق ولا يبني جزء من الطابق وما يكملوش، ويبقى عايش في 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 طابق من الإسمنت وما عندوش الظروف المهيئة، ويسجل انه سكن، نظن لازم نخرجوا من هذه الدائره. نظن ان قضيه التقييم والله ما هي مشكله. يشوفوا الشركات الموجوده في الجنوب ولا في الهضاب ولا القريبه من هذه المناطق، يديروا لهم فاتورات بروفورما. قال اعطيني نعرفوا واش معناه السكن اللائق كما عرفناه في مناطق الشمال وفي غيرها من المناطق. واش معناه سكن لائق بعرفه بأدواته وفي أي منطقة يقع، وما هي التهيئة اللازمة ولا التجزئة اللازمة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فاتورة بروفورما ديرها الشركات اللي راح تكون مكلفة، لأنه أنا لما نعطيك مال وما نوفر لكش الشركات ولا اليد العاملة اللي مكلف. علاش نتكلم على الشركات واليد العاملة؟ لأنه هذه الشركات لما تعطي لها عدد معين من السكنات راح تخفض لك في الثمن وتدير اجال معينه، وهذيك السكنات وهذيك الشركه اللي تاخذ عدد من السكنات توفر ثمن، والدوله راح تعرف شحال يستقام هذاك السكن. نهار يخرج هذاك الثمن نعرفوا شحال يستقام السكن لاهل هذه المناطق. ممكن انتقال الى هذه المرحله سي عبد الرحمن انه نمنح مبلغ معين كاعانه من الدوله للمواطن ليشيد مسكنه بنفسه. وانت تعرف ايضا حتى عدم احترام المعايير التقنيه ضروريه لتشييد هذه المساكن. ننتقل لمعالجه كل هذه الاختلالات وعدم استكمال المواطن لمسكنه الى المقاولاتيه، يعني نمنح هذه المشاريع مثل ما هو معمول في المدن الحضريه الى اصحاب شركات مقاولاتيه يقومون ببناء هذه المساكن الريفيه، ونحترم كل هذا الجانب التقني والهندسي والعمراني والحضري ايضا والجمال. والله شوف في جودي، إذا حبينا نلحقوا الشيء اللي راك تقول ليه لازم نروحوا للمقاولات ونجيبوا هذاك المقاولات البسيط ولا المقاولات المتوسط لسببين. أولا لضبط الجانب المالي بصورة واقعية. يعني لما نقولوا
السيد هذا راح يبني، رانا مضمنين باللي راح يكمل بنيانه، ماشي نعطي له 70 ولا نعطي له 100، لكن انا ما على باليش واش وراه، هل عنده البقيه ما عندوش، واش راح يبني بالضبط. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه الجانب التقني، يعني تامين هذه البنايه سواء من خرسانتها ولا من الكهرباء ولا من الغاز، باش الانسان لما يثبت ثم يكون مؤمن، ما يكونش في مخطر وما على بالناش السيد كيفاش بنى. ثالثا هذه المقاولاتيه ما تجيش تبني سكن فقط باعمده وجدران، تبني عمران. يعني الانسان لما يكون ساكن في سكن جميل وعنده طريق يؤديه للمكان وعنده تمويلات الغاز والكهرباء والماء في وقتها، هذاك النهار نقدروا الاعانه وش معناه الاعانه وكيفاش تكون، باش نعرفوا باللي الهدف نصل اليه. اضافه برك سي جودي اذا سمحت لي. شوف على بالك استراتيجيه بناء الجنوب وتثبيت الناس هي استراتيجية يمكن إدخالها في الاستراتيجية الكبرى، ويولي هذه البناءات الريفية من باب تحصيل الحاصل. كان استثمارات كبيرة في الجنوب، وبالتالي يمكن إدخال هذا المستثمرين اللي يستثمروا في الجنوب فتح صندوق معين لبناء لإنجاز هذه البناءات الريفية. وهذا الصندوق والله راح يكون من جزئية خفيفة من الاستثمارات الكبرى المقدرة بالملايين. يلا نختم بهذه لأنه ما بقاش وقت سي عبد الرحمن. فيما يخص دور بنك السكن المنتظر قريبا إن شاء الله، هل ممكن أن يتم إدماج هذه الاستراتيجية الجديدة أو التوجه الجديد ضمن ربما طرق تمويل أو عمل هذا البنك؟ سي جودي هنا راح نجاوبك في بعجالة في الوقت. خلاص شوف، أولا هذا بنك السكن ما قالوش البنك السكن هذا، ما قلناش باللي غير للشمال ولا غير للهضاب، هذا بنك السكن للجزائر، وبالتالي الجزائر مقسمة إلى تل وهضاب وجنوب، جنوب صغير كذلك وجنوب كبير. يجب أن نهتم بهذا المناطق. أنا نقول من باب أولى، لأن الجزائر مازال ما وفرتش هذيك التجربة العمرانية اللي كما رانا حابينها، ذلك الجمال في هذوك لي بتي شالي لي بتيت فيلا، هذاك الجمال مازال ما وصفتوش الجزائر. وبالتالي أنادي بنك السكن أن يهتم ويقوم بدراسة بسيطة، يعني مش لكن معمقة، وبالتوفير الجانب الاجتماعي لهذا للأهالي وبناء السكنات. وهذا ممكن إدخالها في دائرة استثمارية كبرى حتى يتم توفير الأموال لهذا الناس. أشكرك جزيل الشكر، دائما تفيدنا بتدخلاتك الأستاذ عبد الرحمن بن يمينة الخبير في العقار والهندسة المالية العقارية. شكرا جزيل الشكر على هذه المداخلة. الآن مشاهدينا إلى